بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا شوفوا معنا خوتي الجزائريين، مواطن مغربي يندهش من قوة الجزائر ويقول الجزائر تتفوق على المغرب بنسبة 100% عفوا. وتفرجوا معنا خوتي الجزائريين هذا الفيديو حتى النهاية، وما تنسوش لايك للفيديو. جزاكم الله خيرا. الجزائر إخوان دولي تتفوق على المغرب قل أعوذ برب الفلق. نبداها قل أعوذ برب الفلق. في مجال راني جايكم يا إخوان ما تقلقوش. الجزائر هي النمبر 1. سبقونا الجزائر، سبقونا ديال بصح بدينا في نفس السنة من الجزائر سبقونا. فوالا كمغربي أنا نقول لكم الصراحة بدون مزايدات، أنا من نتكلم من نقارن بلادي غيرة على بلادي ونقارن بلادي الله يحفظ الجزائر من عيون الحساد إن شاء الله يا ربي. ما بالجوار ما قارناش بسويسرا وامريكان ومانيش عارف، قارنها بالجزائر بتونس ليبيا مصر الدول المجاوره وموريتانيا، والاقرب هما الجزائر. الان راني نقارنها ما بين الجزائر، كيفاش الجزائر هما فاتونا وحنا مازال رانا اللور. يا خويا غادي نتكلم لكم في المجال ديال النقل، وسائل النقل الحضاري هي اللي الحاجة اللي عجبتني في هذا المغربي راهو يقول الحقيقة، ماشي كيما البعض يكذبوا على الشعب تاعهم ويبيعوا لهم الأوهام ويغطوا يعني الشمس بالغربال، وهذا هو العيب تاعهم. إذا هذا يقول كلام صحيح عن الجزائر، وأعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين. صديقة البيئة يعني الكهرباء اللي كيتمشاو بالضوء، لي ترامواي لي تيليفيريك لي مترو. فوالا الجزائر غادي نتكلم غير على لي ترامواي، بحكم ان المغرب عندها ترامواي، وبحكم ان المغرب والجزائر بداو في نفس السنه في 2011 هادو معطيات ودخلوا قلبوا في ويكيبيديا والفيديو والادله. المغرب والجزائر العاصمه المغربيه والعاصمه الجزائريه الجي بداو في نفس العام اون سيرفيس. ايزون مي اون سيرفيس لو ترامواي في ميم دات، يعني في 2011 الجزائر والمغرب بداو في لي ترامواي، ولكن الجزائر جهزوا 7 ديال المدن، حنا المغاربه عندنا غير 2، وعندهم 2 بروجي الجزائر، 2 بروجي راهم واقفين بسبب الازمه الماليه، هما ديال باتنا وديال عندك باتنا وعنابه. فوالا ولكن 7 اون سيرفيس ديجا. حنا المغرب عندنا غير 2، علما ان المغرب فيها مراكش تبارك الله، مدينه سياحيه، طنجه، عروس الشمال تبارك الله قداش، فاس العريقة، سلا، أكادير. يعني هادو مدن ما يمكنش ما يكونش فيهم ترامواي. وكنشوفوا الاكتظاظ وكنشوفوا وسائل النقل والطاكسيات والطوبيسات والازدحام، وبلاد ما يقدرش يخرج بالطوموبيل، لا حول ولا قوة إلا بالله في المغرب، لأن الولاة ديال الجزائر خدموا المدن ديالهم، ناضوا خدموا داروا. حنا نقولوها بصراحة يعني ما كل واحد كيقول لك متروباتنا وعنابة يعني توقف تقني وليس أزمة مالية كما ذكر في الفيديو. كل واحد والميزانيه ديالو، كل واحد الظروف ديالو، كل واحد. انا ما غاديش نقول لك الولايات ديال المغرب ما خدموش، ولكن مانيش عارف علاش بالضبط، علاش كطنجه، فاس، مراكش، اكادير ما داش فيها ترامواي. قنيطره رب ما تقدرش تدخل بها الطوموبيل، والله ما تدخل قنيطره بالحلوف. يا في الصيف الطوموبيل ما تمشي، يا تمشي على رجلك انت توصل والطوموبيل ما يوصلش قنيطره، ورغم انهم وسعوا الشوارع وما داروش حتى لي سوتيران باش الطوموبيلات كيقولوا له يحفروا الانفاق، ما داروا لا انفاق لا والو، غير وسعوا الطريطوارات صافي، غير وسعوا الشوارع، لا ترامواي لا انفاق لا يحزنوا في قنيطره، غير الاكتظاظ هكذا. ولذلك كنقول لكم على الجزائر سبقونا، بدينا في 2011 بجوجنا، هما ب7 مدن وعندهم 2 اون بروجي راهم حابسين، لان غادي يكملوا بداو ب 2015 غادي يكملوهم. وحنا المغرب ما عندنا حتى شي مشروع الان، ولو في المدينه السياحيه مراكش. هذا لا يعقل، ولهذا انا ملي كنغير على بلادي كنغير عليها بهذا المنطق، بهذا المبدا، ماشي كنطيق. اذا ابناء عاش الملك همهم الوحيد هو الحديث عن الجزائر والجزائريين فقط، هذه هي الحياه تاعهم. اما بما يخص المشاكل تاعهم الشاهد ما شفتش حاجه. هذا وش عندهم هما يعني القيمه ديال بلادي نو. خص المنافسه الشريفه، الرب خص تكون المنافسه الشريفه. الجزائر عندها سلبيات وايجابيات، والمغرب عنده سلبيات وايجابيات. فوالا هذا ما كان. اما الملاعب كاع راه ساهل، الملاعب الجزائر دارت الملاعب، المغرب غادي دير غنبقاو نقاتلوا في الملاعب، ولكن اخويا وسائل النقل الحضاري هذه كبيره. اذا شكرا لكم على مشاهده الفيديو، ما تنساوش لايك للفيديو.